بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه اللي هكلمكم فيه هو عن حاجه مهمه ويمكن اغلب الناس بتشتكي منها في بوكسر 5 غيار او 4 غيار. طبعا في مشاكل كتير كبيره جدا في موضوع المارش وعدم دواره البايك مارش بسبب طبعا البطاريه يا جماعه بتكون ضعيفه او نازله البطاريه بامبير ضعيف في ال4 غيار او في ال5 غيار. طبعا ده من سوء حجم البطاريه، لان حجم البطاريه بيكون صغير فبالتالي بيطلع معايا الفولت بيكون ضعيف. يعني البطاريه اللي بتنزل في البايك بتكون 12 فولت 4 امبير طبعا. طيب احنا النهارده بنعدل اللي هي ال7 امبير او البطاريه الحجم الاكبر. طيب ايه فايده البطاريه الحجم الاكبر؟ هتديني يا جماعه فولت اعلى، هتديني درجه في الاستخدام اقوى بكتير من الاربعه، فبالتالي وقت ما يحصل معايا لا قدر الله مشكله في بطاريه بوكسر 4 غيار او 5 غيار، يا ريت ان انا ما اركبش اللي هي 4 امبير واركب اللي هي 7 او 9 امبير. طبعا هي بيكون حجمها اشد، يعني بنفس هنركب اللي هي بتاعت يا جماعه ال 180 او الصيني. طبعا احنا عارفين لان افضل بطاريات موجوده في السوق هي البطاريات الصيني، فاصبح لو انا ما اجي اجيب بطاريه هجيب بطاريه زي ما قلت هتكون 7 امبير مكان 4 امبير. طبعا ملهاش علاقه يا جماعه بضفيره البايك نهائي، ملهاش علاقه باي مشكله ممكن تؤدي لحاجه في البايك، لان احنا بنعدل الكلام ده من اكتر من 6 سنين، بنعدل موضوع البطاريه ده وبفضل الله شغالين معانا. الموضوع شغال كويس جدا، مفيش اي ضرر ان انت ممكن تعلي الامبير بتاع البطاريه، بالعكس هتديني جوده اعلى، هتديني سرعه في تشغيل المارش اعلى، هتديني كفاءه اعلى من البطاريه الحجم الصغير اللي هي قلنا 4 امبير. طيب كل اللي هنحتاجه يا جماعه اللي احنا بالصافه هنقص الجزئيه دي كده من فوق وهنقص الجزئيه دي من هنا، وبعد كده البطاريه هتركب معانا عادي مفيش اي مشكله فيها. طبعا احنا معدلينها لاكتر من 300 400 مكنه، لان احنا قلنا اللي احنا معدلين الموضوع ده في البوكسر من 5 أو 6 سنين شغالين في الموضوع ده بقاله فتره كبيره. لكن انتوا عارفين ان انا شغلي كله في ال 180، فبالتالي ما بعملش فيديوهات كتير على البوكسر، لكن النهارده حبيت ان انا اعمل الفيديو ده ليكم لعل اما تيجي تشتري بطاريه تقدر ان انت تجيب بطاريه تعيش معاك اكتر، تستحمل معاك اكتر، لان زي ما قلت البطاريه حجمها يا جماعه صغير جدا عكس البطاريه الثانيه، فبالتالي جودتها بتكون ضعيفه، ما بتكونش زي جوده البطاريه ال7 امبير، بتكون جودتها اعلى وبتظبط معايا في الفعل نور الموتوسيكل، وبتظبط معايا المكنه بالكامل في دورتها وفي استخدامها وفي قوه تحملها. يعني قوه التحمل بتاعها يا جماعه بتكون اقوى بكتير من البطاريه اللي هي 4 امبير. وكده هو الموضوع في تعديله، الموضوع بسيط جدا، الموضوع ممكن نعمله لنفسنا بدون ما نروح لفني. العلبه بتركب معايا مفيش اي مشكله، مفيش اي ضرر زي ما قلت في بدايه الفيديو على البايك نهائي. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.